من النهارده الغريبه دي هتكون من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها. مش عارفه ليه لما نيجي نشتريها من بره نلاقيها غاليه قوي كده، يعني المفروض نبيع كليتنا عشان نشتري غريبه. ليه؟ ده سهله جدا. كمان في الفيديو النهارده هوريكي ازاي تشكليها بكل سهوله من غير اي امكانيات ولا اي ادوات عندك خالص. هخليكي تشكليها بسرعه جدا. عايزه اقولك بقى شغل مصانع، يعني تخلصي اي كميه في اسرع وقت. شايفين بسم الله ما شاء الله دايبه وناعمه جدا، وشوفي ازاي حجمها قبل ما يستوي زي بعد ما استوى، يعني عمرها ما هتفرش معاكي، مش هتبصم، هيطلع تسويتها مظبوطه ان شاء الله. انا ناويه اقولك في الفيديو بتاع النهارده اسرار الغريبه اللي مش هتلاقيها في اي حته. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الغريبه عباره عن 3 مقادير بس، ولا اكتر ولا اقل. حرفتها بس في صنعتها. فاهم حاجه بقى، ركزي معايا في كل كلمه هنقولها ان شاء الله، وما تفوتيش ولا لحظه، عشان ان شاء الله هنقول كلام مهم جدا، فما ترجعيش تقولي ان في اي مشكله قابلتك تاني في الغريبه. تمام؟ كل اللي هنحتاجه دقيق وسمنه وسكر بودره بس كده. اول حاجه معايا 600 جرام من السمنه. نستخدم سمنه نوعها ايه؟ استخدمي اي نوع سمنه، سواء سمنه بلدي سمنه نباتين، انتي ومقدرتك. اهم ملحوظه احب اقولها لك ان السمنه بتاعتنا لازم تكون ساقعه عشان نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. فلازم السمنه تكون ساقعه، ما ينفعش نسيبها بره لما تسيح او تكون لينه قوي. لا، ممكن بس تخرجيها من التلاجة قبلها ب10 دقايق وتبدأي تشتغلي فيها على طول، ما تسيبهاش كتير، علشان زي ما قلتلك السمنة لازم تكون ساقعة. حطينا عليها كمان 280 جرام من السكر البودرة، بما يعادل 2 كوباية إلا ربع. السكر البودرة هنا ما ينفعش نزود ونقول لا اصل احنا بنحبها مسكرة قوي. اولا الغريبة بيبان فيها السكر، يعني اي كمية سكر هتلاقيها بانت فيه. ثانيا لما بنزود السكر البودرة ده بيخلي الغريبة تفرش معانا، فما تزوديش سكر بودرة. كده مظبوط جدا، 2 كوباية إلا ربع بس كده. ضربت بقى السمنة مع السكر كويس جدا. الخطوة دي من أهم الخطوات لنجاح الغريبة، لأن الغريبة مش بنضيف لها بيكنج باودر ولا بيض ولا أي حاجة ولا أي حاجة رافعة. اللي بيرفع معانا الغريبة وبيخليها هشة من جوه هو إن احنا بنضرب السمنة مع السكر مدة طويلة جدا لحد ما بنوصل للقوام، يكون قوام كريمي وفاتح وهش جدا وعامل زي الكريمة بالظبط. انا بعد ما ضربتهم كده في الاخر حبيت ان انا اضيف رشه من الفانيليا السايله، وده اختياري. انا بحب قوي ريحه وطعم الفانيليا السايله في اي حاجه، كمان بحس انه بيديها طعم كده زي اللي بنشتريها من بره. فحطيت رشه من الفانيليا السايله. مش ما عندكيش مفيش اي مشكله، احنا زي ما اتفقنا الغريبه يعني دقيق وسمنه وسكر فقط لا غير. بعد ما ضفت الفانيليا السايله ضربت كمان كده لحد ما توهت الفانيليا خالص مع الخليط، وهنا خلاص المضرب دوره انتهى. في الوقت ده بقى هنخل الدقيق بتاعي كيلو من الدقيق. طبعا احنا متفقين ان احنا لازم ننخل الدقيق علشان نتخلص من اي تكتلات، وندخل الهواء بين جزيئات الدقيق، وده بيساعد ان الحاجة بتاعتنا تكون هشة وحلوة. بالنسبة لنوع الدقيق استخدمي نوع دقيق تكوني مجرباه وعارفة ان هو كويس، سواء دقيق مخصص للكحك والبسكوت او دقيق متعدد الاغراض، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة يكون دقيق نوع حلو. بعد ما ضفت الدقيق في الوقت ده انا بعجن العجينه بتاعتي. هتقولي لي يا مهنا مش احنا في النواعم ما نعجنش علشان ما نعملش عرق؟ هقولك العجينه بتاعتنا ما فيهاش سوائل ولا فيها ميه ولا حليب ولا اي سوائل تخلي العجينه تعمل عرق. فعجينه الغريبه لازم انها تتعجن لمده من 8 دقائق ل 10 دقائق بعد ما ضفنا الدقيق، يعني دي مده حلوه، بتعجني مده حلوه لحد ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه دون. عجينه متماسكه وفيها تلزيقه جامده قوي، هي بتكون شبه عجينه البيتي فور كده تقريبا، بس اللي بيخليها توصل للسمك ده والقوام دون زي ما قلنا العجن، يعني نعجنها شويه كويسين. هنا هجيب كيس التشكيل اللي هو الكيس الحلواني العادي خالص، بدون ما هستخدم اي بلبله ولا حتى كيس قماش ولا اي حاجه. العجينه بتاعتي خفيفه وزي ما قلنا ملزقه كده وطريه قوي، فهي هتنزل معايا من الكيس بكل سهوله، والكيس عمره ما هيطق معاكي ولا اي حاجه، وده لنوع العجينه نفسه. تمام؟ عايزه اقول لكم هنا ركزوا في المسكه اللي انا ماسكه بيها الكيس. شايفين ايدي ماسكه بايد الكيس من فوق، وايد تانية قاسمه بيها العجينه من النص وبضغط. الضغطه سهله جدا جدا. تاني حاجه الرسمه بتنزل معايا مظبوطه. تالت حاجه الكيس عمره ما يطق معاكي لانك انت بتقطعي بطريقه صح. لو عملتي اي كميه مش هتاخد منك اي وقت. ملحوظة مهمة، لما تيجي تقطعي الكيس بالمقص اقطعي قطعة متوسطة، يعني ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، علشان ينزل حجم الغريبة مظبوط وصغنطط وجميل كده زي ما انتي شايفة. واحدة من حبيباتي هتيجي تسألني وتقولي طب يا ام هنا انا مش عايزة اشكل بالطريقة دي، رغم ان انتي بتقولي سهلة، بس انا عايزة اشكل بالطريقة التقليدية، امسك كل واحدة اكورها واعملها على ايدي. طيب تمام، انتي مش هتعملي اي حاجة، الغريبة الاصلية زي ما احنا شغالينها مقاديرها بكل حاجة. كل اللي هتعمليه ان بعد ما العجينة
تخلص معاكي تغطيها بكيس وتحطيها في التلاجة لمدة نص ساعة قبل ما تشتغلي فيها علشان تعرفي تكوريها. تخرجيها من التلاجة وتبدأي تكوري فيها. لو الجو حر خدي نصها بس تشتغلي فيه كوري فيه، والنص التاني افضلي سايباه في التلاجة علشان العجينة تفضل متماسكة معاكي وانتي بتكوريها وتكون سهلة في التشكيل. انا عن نفسي حبيت الطريقه دي جدا في التشكيل، حساها سهله وتحفه، يعني انا مش شايفه فيها عيوب. كل الموضوع انك عايزه تظبطي ايدك، لو بس اول كام واحده كده طلعوا منك معوجه الضغطه مش مظبوطه معاكي، بعد كده ايدك هتمشي زي السكينه في الحلاوه وهتلاقي ايدك خدت على الضغطه وهتنزليهم كلهم مظبوطين ومقاس واحد بس كده. والتزيين دون طبعا يرجع لك، زيني بقى بمكسرات زي بندق او لوز او عين جمل او اللولي الصغير ده بتجيبيه من عند العطار، او تسيبيها ساده خالص تحفه جدا. تعالوا بقى نتكلم على التسويه، وهنا التركه بتاعه الغريبه. لكل وصفه بيكون لها تركه كده هي اللي بنقع في الفخ بتاعها. طبعا قلنا تفاصيل كتير بس من اهم حاجه للغريبه هي التسويه. تعالوا نتكلم عنها وركزوا قوي. اول حاجه الفرن لازم يكون سخن معايا قبلها، ما ينفعش ندخل الصواني بتاعتنا والفرن يكون بارد فالغريبه هتسيح معاكي وهتفرش. يبقى لازم نسخن الفرن قبلها بربع ساعه. بندخل الصواني بتاعتنا على الشبكه درجه حراره 160، يعني درجه حراره هاديه. الغريبه ما بنتابعش بقى التسويه ونشوف لونها ومش لونها، لا، الغريبه يعني توقيت. بيكون معانا ساعه بنحسب لكل صينيه او كل صاج هيدخل الفرن قد ايه، 10 دقايق. الغريبه ما بتاخدش غير 10 دقايق في الفرن، 12 دقيقه بالكتير قوي، يعني بنحسب لها بالدقيقه. لما بنخرج الصينيه بتاعتنا من الفرن ما ينفعش نيجي يمة الغريبه ولا نحاول نشيلها ولا نلمسها غير لما تبرد. مش تبرد اللي هو تهدى، لا، تبرد اللي هو تسقع، اللي هو يعني خلاص تكون بردت 100%. طبعا لو مسكتيها وهي لسه سخنه او دافيه هتلاقيها بتبصم في ايدك، انما لو سبتيها لحد ما تبرد خالص هتلاقيها مظبوطه ان شاء الله. اهم حاجه كمان تظبطي التسويه، لانك لو سبتيها خدت اي لون من تحت فكده مش هتبقى غريبه، هتلاقيها بقت تقرش كده وتقرمش، مش هتبقى الغريبه الناعمه المظبوطه. هي ظبطتها في التسويه. هقولك على التسويه تاني. اهم حاجه الفرن يكون سخن قبلها بربع ساعه. بندخلها على الشبكه درجه حراره 160، يعني درجه حراره هاديه. بتقعد في الفرن 10 دقايق، 12 دقيقه بالكتير قوي قوي، ما نسيبهاش في الفرن اكتر من كده. بعد كده بنخرجها بنلاقي الغريبه بتاعتنا يا دوبك ريحت شويه، ريحت حاجه بسيطه، انما زي ما انتم شايفين اللهم بارك الغريبه ناجحه جدا جدا جدا. حجمها كتكوت خالص وقمر جدا. طبعا بقى لو ليكي اي سؤال اكتبي لي في التعليقات، انا برد عليكي بنفسي. وما تنسوش بقى تشوفوا البيتي فور والكحك والبسكوت، عملنا نواعم العيد كلها مع بعض وعجبتكم جدا. اللي ما شافهاش هسيبها لكم في صندوق الوصف. يا رب تكونوا استفدتم ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك الجميل من ايديكم وتعليق ولو بحرف علشان يساعدك ان الفيديوهات توصل لك بعد كده. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.